لما تتجوز واحده عن حب ما تجيبهاش من بيت اهلها وترميها في بيتك وتخرج شغلك واصحابك وقهوتك وبلاي ستيشن على القهوه وحياتك مع اصحابك. اولا لما تجيب واحده بتحبها او انت بتحبها، فاهم انت، حاول تونسها، مش تجيب بهيمه تحطها في البيت واكلك واللي انت عايزاه اجيبهولك. انت كده بتتعامل زي البهايم، لا مؤاخذه في الكلمه، هي البهيمه كده. انت عايز ايه؟ بتشتري البهيمه وتحطها في الزريبه وتديها اكل، تديها اكل، تديها علاج، تديها اكل. ليه؟ عشان في الاخر تربي لحم وتجيب لك فلوس. لكن لما تيجي تحب واحده انت بتحبها كده ومستلذ معاها والدنيا حلوه ولذيذه والدنيا فل الفل، ونسها. يعني ايه ونسها يا عم احمد؟ بص يا صاحبي، هفهمك الجواز نقطه نقطه. حبيتها، اتجوزتها، ارتبطتوا عن حب والكلام ده يعني، ودخلت البيت من بابه والحمد لله اتجوزت وجبتها عندك الشقه. وبعدين يا عم احمد عاملها بما يرضي الله، بالحسنى، عاملها زي ما انت بتعامل نفسك بالظبط. لما تجيب لنفسك جيب لها. لما تحس ان نفسك اللي انت مرضي من جوه كده، يبقى لازما هي كمان يكون مرضيه من جوه. اوعى تمد ايدك عليها، ده بعيد عن الجواز خالص. الا ممكن يعني ممكن في حياتك ممكن تنرفزك تمد ايدك عليها، بس برضك لازم تصالحها وتطبطب عليها وتجيب لها حاجه حلوه وتهنيه وحاجات كده حلوه. ده مد الايد، فاهم انت؟ عشان ما اظنش يعني حد في الشعب المصري كله ما مدش ايده على مراته. ممكن ده لو هي اللي ذكرها. ان بقى لو هي انثى ممكن يكون مد ايده عليها، بس انا بنصحك يعني ما تمدش ايدك عليها، ده الصح، عشان انت مش جايب بهيمه. ونسها ازاي؟ بص يا صاحبي، الست محتاجه منك ايه؟ كلمه حلوه، حضن حنين، حسسها بالامان، بس. حبه اهتمام مالهمش اي، بس. انا قلت حاجه زياده؟ اهتم زي ما انت كنت بتهتم حبها زي ما انت كنت بتحبها وانا شايف يعني انا راجل متجوز، مريت على التجربات دي كلها. اول الحب، اول التعارف يعني هحب 10/10، ودخلنا في الخطوبه 9/10، دخلنا في الجواز 7.5/10، اتجوزنا يعني 7.5/10، ماشي. خلفنا عيال 5/10، جبنا عيال تاني 4/10، وصلنا لغايه 3/10. شفتوا بقى بتيجي التسلسلات ازاي؟ انا عايزك بقى تحبها 9/10 بس. سيب الواحد ده على جنب. عارف لو حبيتها 9/10 واهتميت بيها 7.5/10، ده انت بقيت ليفن الوحش، انت بقيت راجل ما حصلش. انت بص حاجه تانية، مش هقول لك بقى، هي اللي هتقول لك روح يا حبيبي اخرج اتفسح واعمل وسوي. طبعا اوعى اسمع مني انا، اوعى لما تقول لك كده تمشي على طول وتعملها. ده انا جربتها يا ابني، جربتها والله. كان يوم نكد ومصحف. احكي لكم حاجه صغيره كده. في يوم من الايام كنا في فرح ناس قرايبي، وفي منهم بنت كده مش قرايبي يعني اللي هم كده، لا، في بنت كده ايه بتحب ترقص مع الشباب. انا ما اعرفهاش، بس يعني هي بترقص مع الشباب. وطبعا الشباب اللي عندي، يلا يا عم احمد نرقص شويه، نهيص شويه، نعمل شويه، نهبل شويه، المهم ما علينا. يا بنت اروح هرقص مع الشباب شويه. قالت لي لا 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 لا. قلت لها مره واثنين وثلاثه. فجاه بقى بعد ال3 مرات اقول لها البنت رقصت مع الشباب، ماشي. قلت لها يا بنت قوم ارقص مع الشباب اهزر شويه. قالت لي قوم بالطريقه دي كده. انا طبعا اتبسطت قوي. هي قالت لي قوم بقى عشان ما انا مش عايز مش عايز يحصل مشاكل يعني، عشان متجوز ومخلف وكده، مش عايز يحصل مشاكل، واي راجل كده يعني. انا بهدي الموضوع، مش عايز يحصل مشاكل. واول ما قالت لي قوم وروح ترقص مع الشباب، والبنت دي كانت بترقص كتفها جه في كتفي، قلت عادي.
ظهرها جه في ظهري، قلت عادي. بصيت على مراتي لقيتها مش عادي، لقيتها خدت ديلها في اسنانها وراحت جاريه. رايحه فين يا بنتي؟ انا رايحه عند بيت اهلي. يا بنت الحلال في ايه؟ طب ايه اللي كان؟ ايه اللي ما قال؟ انت بترقص مع البنات وانت 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 وانت. يا بنت الحلال مش انت قلت لي؟ مش انت قلت له قوم ارقص؟ مش انت قلت له روح؟ مش انت قلت لي سوي؟ قالت له وانا اقول لك حاجه تعملها؟ طب انا عبيطه هتعمل مع عبطي؟ طبعا من ساعه الحركه دي اي حد في الدنيا مراتك قالت لك اعمل اي حاجه هي ما وافقتش عليك اوعى تعملها. لو قالت لك اخرج يا حبيبي مع اصحابك والعب والكلام ده، انت عارف اليوم ده هيبقى نكد عليك انت. لو قالت لك اقعد على البلاي ستيشن هتلاقيها عند بيت اهلها. ده المفهوم وده المعروف اللي لازم كل راجل يفهمه. انا جربت، مش مجربتش، جربت. عشان كده ما بعملش حاجه قدامها. يا رب يا رب ما تتفرجش على الفيديو ده. لو عايز اعمل حاجه اروح في فرح مثلا حد تبعنا والكلام ده، اروح مثلا ايه ما اقولهاش اللي فيه كذا، وانا اروح انا اهيص مع نفسي اللي حصل يحصل يحصل. بس هي مش عارفه اي حاجه طبعا، عايشه في البتنجان. بس طبعا لما اجي من موقف زي ده مثلا اجيب لها شوكولاتايه، اضحك على عقلها باي حاجه حلوه كده يعني. ولازم الواحد يهتم ولازم يعمل خاطر لمراته والكلام ده برضك، عشان ما تجيش في ناس ثانيه بتقول لك انت خايف من مراتك. يا عم فك شويه. مش دايما الراجل المتجوز بيخاف من مراته، هو بيحترمها ومش عايز يسبب اي مشكله توصل فوق. اي مشكله صغيره كده مع الراجل والست ممكن توصل للطلاق. عارف لو هي مش مكفياك في البيت وقلت لها اخرج ابص بره هتقول لك روح، بس لو حست ان انت عملت حاجه بره غلط هيبقى مش يوم نكد، هيبقى يوم ولع. بالرغم ان هي اللي مقصره، هم مجانين كده عقلهم على قدهم. المهم يعني احنا وصلنا فين؟ احنا تهنا خالص على موضوع الجواز يعني. انا بقول لك اعملها بما يرضي الله. هي مش عايزه منك الا كده، زي ما انت قلت قدام المأذون اعملها بما يرضي الله، ومش همد ايدي وكده انا مش حافظ بالظبط يعني. انا نسيت اساسا بقى 10 سنين الجواز، نسيت كل حاجه. ما علينا، بنبهك انت وبفهمك انت. لو لما تخش بقى يعني بالذات الحته اللي يقول لك تاكل ايه النهارده، يا ريت تخليها هي اللي تختار الاكل من اللي في البيت. عشان لو هي شاركتك في الاكل هتقول لك ما نجيب تيك اواي، ما نجيب من بره، نبعت دليفري نجيب. لو شاركتك انت في الاكل خليها هي ايه يا قلب اللي انت تاكل منه كل منه، هي تتصرف وتعمل اللي في البيت سكه ودغري. ولو قالت لك في يوم تعالى بقى نجيب هدوم لعيال او هدوم، اوعى تخلي بالك من الكلام ده. اوعى اول ما تروح معاها تقول لك الحاجه دي للعيال كويسه، تقول كويسه جنب العيال بقى هي بقى فاهم انت؟ جنب العيال هي هايفه وكبيره وهتبقى يعني اعتبرها عيله مع العيال، لازم تجيب لها. ده المفهوم وده المعروف، عشان كده بيضحك عليك. خد بقى الجديد بقى، اوعى تروح معاها سوق سيكو او هايبر كبير ده، لا 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 اوعى. اسمع مني انا، عايز تروح معاها تربط ايديها وبقها عشان ما تجيبش حاجه وتسلخك صراحه يعني. انت ممكن تغرم قبضك وقبض الشهر الجاي على السوق والهايبر كبير ده. انبهك انت وفهمك انت. واوعى تكسر حاجه في البيت، نصيحه مني. مش هيبقى يوم نكد، لكن انت لو كسرت كوبايه هتجيب طقم كوبايات بدل مكان الكوبايه، يبقى انت خسرت كده طقم كامل يعني. مؤاخذه يعني، انت هتكسر كوبايه واحده هتجيب طقم كامل. وابعد عن النيش، ابعد عن النيش، ما تفتحش النيش. فتحت النيش اسبوع هتقول لك انت اللي كنت فاتح النيش يوم كذا عشان تجيب كذا، فاكر؟ اهو من ساعتها ما اتقفلش. يا بنت انا قافله بايدي، لا ما اتقفلش ابدا. ولو حلفتها على الميه تجمد وهي فاتحاه ومبهدله الدنيا انت اللي فتحته وانت اللي خربت الدنيا. في حاجه بقى في الجواز لازم تخلي بالك منها كويس. اوعى مشكله تعملها وتروح هي او انت تروح لها. حاول تحل مشاكلكم انتوا الاثنين، حاول تحلوها انتوا الاثنين مع بعض، اذا كان هي او انت. حاجه ذكيه قوي منك لو انت عرفت تحل المشكله بينكم انتوا الاثنين في بيتكم، في شقتكم، في الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها. حاول تفهمها كده، تقول لها مثلا في اول الجواز لما يحصل مشكله بيننا احنا الاثنين، كل واحد في اوضه، نرتاح شويه ونريح اعصابنا شويه ونرجع نتكلم تاني ونعاتب بعض. لازم في اي جواز، اول الجواز لازم تقول كده. مش بقول كده كقانون، لا. المشكله لو كبرت او دخلت عند حماك او حماتك، يا لهوي
لو انتوا في البيت المشكله 5%، لو وصلت عند حماك وحماتك هتبقى 100 و900,000%. طبعا مش حماك وحماتك واختها واخواتها وعمامها وخلانها وبابا غنوبها والجيران. ده انت ممكن لما تخش الشارع عندهم الجيران، ايه يا احمد انت بتخانق مع الوليه ليه يا احمد؟ ايوه والله صدقني. العيل الصغير، ايه يا عمو انا سمعت ان انت ضربت مراتك، انت ايه؟ صدقني والله. اوعى المشكله تخرج من شقتك. ده انت لو انت خارج من الشقه ونازل الشارع عندكم كده الناس بتبص لك كده، ده الواد الراجل اللي مراته ضربته ولا ضرب مراته، هو ده الراجل اللي مغضب مراته، ايوه هو ده يالا اللي هناك، ده يالا اللي لابس، وهو اللي هناك ده يالا انت يالا. ممكن كمان يحدفوك طوب والمصحف، صدقني والله. عشان كده بقول لك ما تخرجش المشكله بين شقتك، ولو عرفت تحلها يبقى انت راجل توب. وكفايه كده عشان الفيديو ما يطولش، ويوم تاني هقول لكم حاجات فشخ كده. سلام.